أنا برضو مبسوط لأنه يمكن مصطفى آدم يشاركني الرأي ده، إنه دي أول ورقة أو أول محاضرة تتم في مقاربة العامية السودانية باللغات الأفريقية. يعني دائما الدراسات اللي أنا وقفت عليها هي ماشية في اتجاه تأصيل العامية السودانية في صلتها بالفصحى، لكن دي افتكر دي مقاربة جديدة، إنه نحن نبحث في مصادر أخرى لتأثيرات العامية أو قاموس اللغة العامية السودانية في مصادر أخرى غير ربطها بالفصحى كأصل يعني. وده مع احترامنا لكل المصادر العربية الموجودة، وعلى رأسها القرآن الكريم الذي تفضل مولانا بأنه هو المصدر الأول، مصدر هو تعبدي في الأول ولسان. وطبعا في الدراسات اللغوية ما قال يقولوا اللغات، يقولوا اللسان. القرآن نفسه ما قال أنزلناه بلغة عربية، كان لسان عربي. واللسان دي بتشمل المصادر الأخرى زي الفارسية مثلا، في كلمات زي سندس استبرق، في كلمات فارسية لكن جاءت على لسان عربي وحصل لها برضو جرى عليها ما يجري على الإعراب العربي. والنمارق مصفوفة دي كلها جاءت من، وحتى المحراب ذاته في مريم كل ما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم وأنى لك هذا؟ قالت هو من الرزق والشان. المحراب نفسه يقال انها كلمة أمهرية. وأنا كان الوالدة في مديح أحمد والسعد سألتها قلت لها في مدحة بتقول الكرار الأنبسة الأرسى الدين أسسه، قلت لها الأنبسة دي شنو؟ الكرار الأنبسة الأرسى الدين أسسه، قالت لي الأنبسة ده الأسد. بعد شوية مشيت اثيوبيا كم مرة فعرفت إنه الأنبسة بالأمهرية معناتها الله أسد، أنبسة. والامبراطور هيدا ثلاثة ذاته بسموه ذا أنبسة اوف يوس، أسد يهوذا هو ذاته بالأمهرية. فدي موجودة في شعر المديح بتاع سعد في المهدية. تاني عندنا برضه يا دكتور محمد في الغنى بيحصل تحوير، احنا بنسميه ريكريشن او اعاده ست للكلمه ذاتها، حتى لو جات من مصدر اجنبي زي فلو دامور مثلا، فرير دمور، احنا بنقول فرير دمور يا فرير دمور المسخ الارياح. تاني بنقول جروندوتين اللي هو الجراندوتين. احمد عبد الكريم القرشي في الشعر بتاعه قال عدينا السنين فضلا لا لشهورك يا تمرة كريمة اللي انفقع زرزورك، 200 يا الله نمشي جروندوتين ونزورك. جروندوتين جراندوتين، لانه يقال انه الملكه اليزابيث لما جات في الستينات وكان مرافقه تجاري الماحي نزلت في الجروند اوتيل، فهو بشبه المحبوب بتاعته الملكه اللي نزلت في الجراند اوتيل. وهناك برضه الصديق قدامنا قال شيء تشبه بلا سنيور هازم الاحباش. سنيور كلمه طليانيه، سنيور يعني ميجر او جنرال او قائد. سنيور شيء تشبه بلا سنيور هازم الاحباش. سنيور هزم الملك في المعركه بتاعت عبد ثاني العبادي في الاغنيه بتاعت جيبوا لي بس قلبي الودي قال الحفله كانت حاجه بوناس يعني حاجه هاي كلاس في الفرنسيه. الحفله كانت حاجه بون وبنات شيكات ما كبون. فكلمه كبون وكلمه بوناس دي كده. فيا حبيب ما تخاف على الدارجه يعني بالطريقه دي، يعني محفوظه في الغنى ومحفوظه في المجال. شكرا لكم كثير.